كانت بمكتبة بغداد، إذاعة بغداد. عندنا قبل ما كان اكو هذا الحداثة بالشغل، كان ايميل يسموه ايميل هيجي نخلي بيه الاغاني. فانا كنت من الناس اللي اتابع هذا البرنامج اصوات شابه، اني انقل الاغاني اوديه للاستوديوهات، اوديه للمخرجين، اوديه كذا هالشكل. فيوميا القى هذا مضروب. اي يا ليش؟ والله ما ندري. فاكو ناس يعني تريد هاي من زمان الجيوش الالكترونيه. من زمان. اي. شنو اعظم كلمه لحد الان تتذكرها قيلت بحقك من ملحن كبير، من شخصيه، من كل ما تتذكرها تقول الله اعتز بها؟ يعني هي هواية مفردات. يعني هواية يلقبوني هواية يعني. بس أنا أحلى لقب قالوا لي بيه، حبيته بصراحة يعني، دكتور الأغنية. دكتور الأغنية. ايه. هذا منين اجى؟ هذا أنا في اليوم بحفلة، والحفلة كان بها ناس مسؤولين وكذا هالشكل وهيك. وأتذكر أنه كانت بالصيد. إيه. فبعد ما كملت الحفلة وكانت حفلة ناجحة جدا، أي. قام أحد المسؤولين قال أنا بدي أقول كلمة واحدة بس، وهذا اللقب أرجو أن يعتز به عبد فلك ويخليه. فعبد فلك راح ألقبه لأنه شكله ووضعه ونظارته هذا، فأقول دكتور الأغنية العراقية. دكتور الأغنية العراقية. إيه. المهم أنا قلت له أشكرك وشكرا لك. بس هي ماكو بيها ألقاب يعني. أنا حلوة عبد فلك.